هذا التطهير مطلقا هكذا. سؤال: لما نحن بنقول الله طهر أهل البيت طهارة مطلقة، هون بدي اياكم شوي تلتفتوا، هون موضع البحث وسفر البحث. جزاك الله خير. أرجوكم التفتوا إخوان. لما نحن بنتكلم عن طهارة أهل البيت دمهم طاهر، كل شيء يتعلق بوجوداتهم طاهر. انت بتخاطب الإمام علي سلام الله عليه في الزيارة: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك العباد والبلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك يا أمير المؤمنين يا علي المرتضى. محمد وآل محمد. إخواني بس تصلوا على النبي وآل كملوها، ما تبتروها. قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. وعجل فرجهم والعن. ترى حبيبي لعن أعداء أهل البيت في الروايات أشرف من الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل والعن. أحسنت، هلا صرت شيء أصلي. طبعا مولانا الإمام علي سلام الله عليه. الإمام الصادق في رواية لطيفة يا إخواني تفتوا لها، كان في جار الإمام الصادق خياط يخيط بالإبر والخيط. يوم من الأيام خيط قميصين، قال له للإمام: أنا فقير ما عندي أموال كثير، بدي بيع واحد من القميصين وهديك واحد. قال له الإمام: هذا شو بيسوى عن هذا؟ قال له: الأول كل غمزة إبر لما خيطته كنت أصلي على محمد وآل محمد. اسمع. قال له: والثاني شو بيسوى؟ قال له: بكل غمزة إبر وخيط كنت ألعن أعداء أهل البيت. قال له الإمام: اعطيني اللي لعنت فيه أحب إلى الله وإلى قلبي. طيب التفتوا لي رجاء، التفتوا رجاء إخواني الأعزاء، شو الفائدة من كلام الطهارة على أهل البيت؟